ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله على السلامة. خلصنا الاجازة والعيد والفتة والرز وهيصنا وخرجنا وتفسحنا وعملنا كل حاجة. نقطة ومن اول السطر لف وارجع تاني. لو انت لسه مبتدي دايت، او لو كنت قبل العيد والاجازة والحاجات دي كنت مبتدي دايت وعملت ريزلت كويسة، وصلت الرقم كويس كميزان ومقاسات ونسبة دهون وكله تمام، لخبطت شوية في العيد او في الاجازة، تعالوا نبتدي نرجع تاني، مفيش مشكلة. يومين بوظنا فيهم تعالى نكمل. لكن لو استمرينا نبوظ، خلي بالك ان معدل الحرق بتاعك بيقل، نسبة الدهون بتزيد. احنا لما بنلخبط يوم او يومين بنزيد نسبة مية، فلما بنرجع تاني على التراك بتاعنا بنبتدي نظبط الدنيا. لكن لو ابتدينا نبوظ وكملنا في التبويظ بتبتدي تخزن نسبة دهون عالية قوي. طيب انا ما ابتديتش دايت ودخلت في العيد، بس عايز اعمل خطوات مهمة اظبط بيها حاجتي. اعمل ايه؟ ابتدي خد قرار، يلا ابتدي اعمل الدايت بتاعك. شوف هتعمل ايه، هنقلل ايه، هتظبط ايه. حاول ما تمشيش بفكرة انه شيل وشيل 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 سكر ونشويات ومش عارفة ايه. السكر مضر جدا، الدقيق الابيض مضر جدا. ابتدي ظبط الاكلات بتاعتك، كومبلكس كارب، شوفان، رز، ممكن مكرونه نسبه معينه، الفطار ممكن يبقى عيش بلدي، توست بني، كل الحاجات دي تمام، نسبه بروتين كويسه. ظبط الوقت بتاعك، ظبط الاكل بتاعك، ابتدي عدل اللايف ستايل بتاعك عشان ينفع ان انت الحرق بتاعك يمشي كويس. ميرسي ليكوا خالص. لو عندك اي سؤال ابعتلي، ولو عايز متابعه ابعتلي.